مصري. ادي فضل صاحب الفضل في النزعه الهجوميه، ودي كره اماميه، ودي كره وركله جزاء. ركله جزاء لاحمد علي من الثنائي الامامي الخطير للذئاب. ركله جزاء في الدقيقه التاسعه بيعدي احمد علي بعد ما بياخد تمريره سحريه من محمد فضل، وبالخبره الكبيره احمد علي بيقدر يقنع احمد الغندور ان هو يحتسب للمقاولون العرب ركله جزاء بعد ما التحم معاه المهدي سليمان. ركله جزاء لمصلحه المقاولون العرب، وهي ركله الجزاء رقم 95 في منافسات الدوري الممتاز. عندنا 94 ركله، منهم 71 ركله مسجله و23 مهدره. هنشوف رامي هيعمل ايه، ونشوف الحكايه اللي اسفرت عن ركله جزاء ما فيهاش تسلل وعدى، هل فيها اعاقه ولا ما فيهاش؟ الحكم لحضراتكم. عموما رامي عادل في حوار ثنائي مع المهدي سليمان، حوار على بعد 11 متر، ورامي اللي متخصص في تنفيذ ركلات الجزاء وعنده 4 اهداف. هنشوف رامي هيعمل ايه. داخل رامي يجيب جول 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 جول. هدف اول، هدف اول في الدقيقة ال10 مشاهدينا الكرام. شكري في الجانب اليمين بيعمل فنتات، ولكن على الواقف شكري. مرة تانية تمساح مستعجل، ودي العصبية اللي بقول لحضراتكم، في عصبية واضحة تماما تماما في أداء، ولكن في إشارة باستمرار اللعب. مرة تانية شكري عايز يغير اتجاه اللعب، ولكن تمريرة غير متقنة. اقول لحضراتكم الاسماء طبعا. عود عايز فاول وخطأ في الكرة اللي فاتت ديت لاحمد علي. متقدم ديديه كوريه. فضل منتظر التحرك، يحط لاحمد علي ويقدر يحط كرة ويتقدم تقدم غير متوقع، ويضع اول اهدافه مع المقاولون العرب هذا الموسم، وبيطبع الهدف الثاني. يضع الهدف الثاني للمقاولون العرب، تاني للمقاولون العرب، ويلدغ ويرسل السهم النافذ لفريق سموحه، ويتقدم للمقاولون العرب 2-0. 2-0 لمصلحة المقاولون العرب. وزي ما قلنا بالامس ان الاسبوع ده هو اسبوع تسجيل اللاعبين لاول اهدافهم خلال هذا الموسم. ايضا شعبان متقدم ديديه كوريه. فضل منتظر التحرك، يحط لاحمد علي ويقدر يحط كوره ويتقدم تقدم غير متوقع، ويضع اول اهدافه مع المقاولون العرب هذا الموسم، وبيطبع الهدف الثاني. يضع الهدف الثاني للمقاولون العرب، تاني للمقاولون العرب، ويلدغ ويرسل السهم النافذ لفريق سموحه، ويتقدم للمقاولون العرب 2-0. 2-0.